أوان عصرنا والله ما عارفين نسوي شنو زاد. نسلم نفسنا للكذا ولا نسيبوا الحربة دي نطفشوا ولا نعمل شنو ذاته ما أعرف. والله نقول نسلم نفسنا، هو صحيح أسلم لكن ما بخلونا والله بودرونا. لكن والله عيال الكيزان ديل غلبونا خلاص، والله ما قدرنا عليهم، نكون واضحين وصادقين والله ما بنقدروا. هم ناس واقفين معاهم الشعب وواقفة معاهم الدولة. انتوا كل ما تجوا ليه منطقة تحرروها، عيال المنطقة كلهم بفزوا، دول بقعد في المنطقة ما دول دايرنا ما كيف نحن طيب نقدر نحكم البلد؟ قلنا أو نصر أو شهادة. توا الواقع شيء والقول شيء، الواقع شيء والقول شيء. كنا قاعدين في الوسط، قاعدين في مدني، وقاعدين في الخرطوم أو في بحري، وقاعدين في درمان، وقاعدين في المصفى. توا هسه بقينا ما عندنا شيء في الوسط، ما عندنا شيء. ودي الحقيقة، دي الحقيقة، والحقيقة حارة. صاحب يقول الدار يقول النصيحة يكبر عكازة. بغال طلع قال لكم الكلام اللي بيسووا فوقه ده ما صح، انتقدوه وفي ناس قالوا صفوه. يقول لك الغربال الناعم. ود ملاح طلع قال ناس الكوا في مجموعات وفي ايه متفلتة جو انتهكوا اهله وسلبوهم ونهبوهم. الربيع يتكلم ويقول ناظر الحمد قال سايقنا عليه نيالا ويمكن يصفوه، وبقول يعالجوه. بيقول ناظر الحمد داير له علاج وين؟ يقول في برسودان، ويقول في عطبرة، في اماكن الفلول. حتى العلاج ناس ذاته يقول لك في مكان الفلول، يعني مستشفيات نحن بقى ما عندنا شيء. قبيل كنا قاعدين ومسيطرين على الخرطوم، والغاية طلع في رسالة صوتية وقال يا عاد التموضع وين؟ في الصالحة. توا الصالحة العرد والمات انسحاب مات. وابراهيم بغال بقدرة القادر طلع وقالوا غربال الناعم وما كان يتكلم، ويتكلم لأنه بقى ما من الماهيرية. وأي زول بيتكلم ما من الماهيرية مصيره ما معروف يكون شنو. توا يا اخواننا هسه الامر بقى باين قدامنا. الجيش ده انجا خاشي في بضعين، وانجا في نيالا، وانجا في النهود. المواطن والله قلبها مع الجيش، ما يغشوكم. القاعدين معاكم ديل والله ما يغشوكم، والله ما يغشوكم، والله قلبهم مع الجيش. هسه الجيش يجي خاشف تلقوهم يطلعوا ويزغردوا ويهللوا ويكبروا، وانتوا قاعدين جوا زول واحد يطلع يدعمكم. ما في الميديا دي الفيديو اللي بنعمله ما بتلقى دعم من المواطنين، الدعم كله بكون من ناسنا فعولك يدينهم كده. ده خلاص احنا الان قضيتنا كانت في الخرطوم، والخرطوم انتهت، والعربية بدون مكنة ما بتمشي، والعقل في راسه يعرف خلاصه. بعد القضية دي صبحت واضحة، اما نسلم ناخد بندقنا ده ونقعد تواتط الله، اما كمان ناس اشوف حل تاني. القصة دي خلاص نحن انهزمنا، نحن انتهينا. وبراكوا شايفين عبد العزيز الحلو ده قاعد في جبل مرة، مين قمينا قاعد، وعبد الواحد قاعد في قاودة، مين قمينا للآن ولا شيء. الحركات الكفاح المسلح مشوا كيف في النهاية رجعوا للجيش، واتفاق جوبا واتفاق سلام، عارفين الجيش ده ما بيتداوس. توا يا اخواننا العقل في راسه بيعرف خلاصه. انا بشوف والله يا شاويس اللي يقدر يستسلم اخير ليه يستسلم، لكن الحرب انتهت، التكبير مسيطر على العاصمة ومركت خليتها تاني، الباقي ده ما عنده معنى. والجيش حيصلوا لانه قاعد جواه، واصلا قاعد. السلام عليكم.